السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم انفينيتي سبور دي زاد. مرحبا بالجميع. جبنا لكم اليوم آخر الأخبار المتعلقة بالمنتخب الوطني. وفي قضية المنتخب الكاميروني كنا تحدثنا عن قضية التريكوات أو القميص أو الراعي الرسمي لمنتخب الكاميرون. يعني تعنت إيطو مازال وقدموا القميص اليوم. يعني قوانين الفيفا واضحة، وراني نشوف فيها بلي الإقصاء فيها إن شاء الله، لكن بطريقة أخرى. ما حبوش يقولوا باللي الفيفا تخدم الرشاوي وكذا وكذا، حبوا يبينوها بطريقة أخرى وداروا قضية هالأقمصة هذه اللي راكم تشوفوا فيها. من ناحية أخرى، قناة الكأس كانت وضعت المواعيد إعلان قوائم اللاعبين للمنتخبات. هنا نشوفوا المنتخبات التي أعلنت عن القوائم. يعني اللي عندهم قضايا والمهددين بالإقصاء باينين. هنا نشوفوا المنتخب الإيراني المهدد بالإقصاء لأسباب سياسية، غير معروف تاريخ إعلان النتائج. هناك أيضا نروحوا للمجموعات اللي تهمنا، وهي مجموعة الكاميرون. نشوفوا هنا مجموعة الكاميرون أيضا غير معروف. يعني كل شيء راه واضح. المنتخبات الأخرى تم إعلانها، وكاين اللي راهم دايرين التاريخ متى سيكون الإعلان. يعني شيء عجيب.